The Pope is dead. The throne is vacant. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well gotten, O Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. The supervision of this election. This is a duty I never thought I'd have to perform. They are sequestered, and they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand? البابا كنعرفوا بانه من بين اكثر الشخصيات المعروفه في العالم، ولكن ما عمرنا ما طرحنا واحد السؤال اللي هو شكون كيختار البابا باش كنصبوا في هذاك المنصب اللي كيكون فيه، وشنو كيوقع في الكنيسه مورا ما كيموت البابا اللي كان فيها ولا كيتنازل. شكون كيقرر وشنو المعنى ديال الدخان الاسود والدخان الابيض؟ Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. وفي هذه الحلقه غادي نكشفوا لكم على واحد من اغرب واقدم طقوس في العالم اللي هو طقوس ديال اختيار البابا الجديد. ملي كيموت البابا اولا كيتنحى، الكنيسه الكاثوليكيه كتدخل في واحد المرحله سميتها سيدي فاكنتي، اولا المعنى ديالها اللي كيعني الكرسي الخالي. وفي هذه المرحله بالضبط كاع الصولات البابويه كتجمد وما كتبقاش خدامه في هذاك الوقت. وفي هذه المرحله ملي ما كيكون حتى شي واحد في المنصب ديال البابا، السلطه ما كتمشيش لشخص واحد، بينما كتمشي لواحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كتسمى مجلس الكراديله. وهذا المجلس هو اللي كيتكلف بالانتخابات باش كيختاروا البابا، وهو اللي كيحضر الكنيسه ديال سيستان اللي كيتنظموا فيها هذه الانتخابات. وفي هذه المرحله بالضبط كيبداو الطقوس ديال اختيار البابا الجديد. وهنا كيدوزوا لواحد المرحله سميتها كونكلاف، اللي الاصل ديالها في اللاتينيه كيعني الباب المقفول. وبالفعل كيتجمعوا الكراديله داخل الفاتيكان وكيديروا واحد الاجتماع مغلق اللي كينعزلوا فيه على العالم الخارجي ككل، ما كيدخلوا معاهم لا تليفونات لا انترنت لا اي جهاز اللي يخليهم يتصلوا مع الناس اللي كاينين برا، وحتى الصحافه ممنوع يدخلوا للفاتيكان. كيدخلوا لواحد الكنيسه سميتها سيستان اللي جات وسط الفاتيكان. هاد الكنيسه مرة ما كيدخلوا كيتسدوا الابواب، وكما قلنا ما كيخليو حتى شي واحد يدخل ليها. هاد الكنيسه بالنسبه لهم من اكثر البلايص المقدسه والعريقه بالنسبه لهم، اللي غادي تشوفوا في السقف ديالها الرسمات ديال مايكل انجيلو. وفي هاد الكنيسه كيبدا التصويت السري اللي كيديروه هذوك المجموعه ديال الكراديله اللي كيكونوا مختارين باش غادي يدخلوا يصوتوا في هذيك البلاصه. ومن بين الشروط اللي خاصهم يكونوا في هاد الكراديله باش ينضموا لهاد الانتخابات، اول حاجه خاص العمر ديالهم ما يكونش فايت 80 سنه. المده ديال هاد الانتخابات كتكون 9 ديال الايام، وكيكونوا 4 ديال الجلسات كل نهار. يعني كل نهار كيديروا واحد المجلس كيختاروا كل واحد كيكتب في واحد الورقه السميه ديال المرشح اللي بغا، وكيلوحوها في واحد الصندوق، يعني بحال الشكل ديال الانتخابات عاديه، ولكن في الاخر كيتقراو هذوك السميات اللي في داك الصندوق وكيشوفوا شكون هو الاسم اللي صوتوا عليه الاغلبيه ديال الناس. ودابا كيدوزوا لاهم مرحله اللي هي مرحله الدخان الابيض والدخان الاسود اللي كيسمعوها بزاف ديال الناس ولكن ما كيعرفوش المعنى ديالها. ودابا غنعرفوا شنو كيعنيو بهذه القضيه هذه. مورا دوك الجلسات ديال التصويت ملي كيقلبوا دوك الوراق كيشوفوا شنو هي السميه اللي معاوده اكثر من 30 مره. الا لقاو شي سميه اللي معاوده اكثر من 30 مره، اذا هذاك هو البابا اللي غادي تختار. هنايا كيهزوا هذوك الوراق اللي يهزوا من هذاك التصويت وكيشعلوا فيهم العافيه بواحد الطريقه اللي كتخلي الدخان اللي كيخرج من ديك الكنيسه اللون ديالو ابيض. يعني الناس اللي كيكونوا كيتسناو برا ديال الكنيسه، حيت في هذا الوقت راه كيكونوا بزاف ديال الناس كيتسناو برا ديال الكنيسه، وكيكونوا صحافه اللي ناقلين داك الشيء لايف باش الناس كيعرفوا، حيت هذا واحد الحدث اللي مهم لهم بزاف. ملي كيشوفوا داك الدخان الابيض داك الشيء كيعني بانه راه تختار واحد البابا من هذوك الناس اللي كانوا داخل في ديك الكنيسه. وملي ما كيلقاوش واحد الشخص اللي تصوت عليه اكثر من 30 مره، هذوك الوراق كيتشعل فيهم العافيه وكيزيدوا لهم واحد المواد كيميائيه باش الدخان اللي كيخرج من هذيك الكنيسه كيكون اللون ديالو كحل. يعني الناس اللي كاينين برا ملي كيشوفوا داك اللون كحل كيعرفوا بانه راه مازال ما تختار حتى شي واحد من هذوك الاشخاص اللي كاينين لداخل. كما قلنا مورا ما كيتختار واحد من هذوك الاشخاص كتشعل هذيك العافيه اللي كتعطي الدخان بيض، والناس اللي على برا كيوصلهم خبر من بين الاخبار اللي كيكونوا كيتسناوهم العالم في هذيك اللحظه، اللي هو بان راه تختار واحد البابا. وهنا كيدوزوا للمرحله الثانيه. مورا ما تختار هذا البابا هما كيطرحوا عليه السؤال واش كتقبل تكون في مكان القسيس بطرس. وبطرس بالنسبه لهم هو واحد الشخص ولا اول قسيس غادي يتكلف بالكنيسه. يعني داك الشخص اللي كيتختار ولا داك البابا كيكون هو الخليفه ديال بطرس في هذيك الكنيسه اللي كاين فيها. وبطبيعه الحال الجواب ديال هذا البابا كيكون هو وهنا كيدوزوا للمرحله ديال كيقولوا ليه بانك خاصك تختار شي سميه اللي كيكون عندها مثلا شي معنى بالنسبه ليه هو ولا شي معنى اللي كيكون مزيان.
مورا ما كيختار هذا البابا الاسم اللي بغا، كيلبسوا ليه واحد اللباس ابيض اللي كيلبسوه الباباوات ديال الكنائس، وكيخرج للبالكون ديال الكاتدرائيه ديال القديس بطرس اللي كيكونوا كيتسناو فيه بزاف ديال الناس في هذيك الساحه. وهنايا كيقول لهم الكلمه الشهيره ديالو اللي هي ايبيموس بابام، ولا اللي كتعني عندنا بابا. وبالنسبه للمسيحيين هذا واحد الحدث تاريخي، وحدث اللي ما كيتعاودش بزاف ديال المرات، يعني من مده لمده عاد باش كيتعاود. واخر مره تعاود قبل ما يموت البابا كان وقع في 2013. مورا هادشي البابا كيعلن على الاسم ديالو، وهنا كيبدا فصل جديد في القياده ديال الكنيسه الكاثوليكيه. انا غادي يكون سال الفيديو ديالنا، نتمنى يكون فادكم شي حاجه وعرفتوا شي معلومه على هادشي، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.